مبارك كان عايز يخلي عيد القيامة اجازة رسمي للمسيحيين والمسلمين، لكن البابا شنودة قال له استحالة على جثتي اوافق تخلي العيد ده اجازة لكل الناس. تبدأ الحكاية لما طلب مبارك من رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد انه يكلم البابا شنودة الثالث، وفعلا كلم رفعت السعيد البابا وقال له: يا قداسة البابا، مبارك كلمني وبيقول لي ان جاله تقرير امني بيقول انك بتشتكي، انا عايز اعرف مالك في ايه؟ البابا وقتها رد وقال له: يا دكتور رفعت، هو احنا مش مصريين ولا ايه؟ هو المسيحيين ولادي مش برضه جزء من الشعب؟ استغرب الدكتور رفعت وقال له: طبعا مصريين، بس ليه قداسة البابا بتقول كده؟ فرد البابا وقال له: تصور يا دكتور رفعت، انا عندي طلاب مسيحيين هيمتحنوا يوم 7 يناير، ده يوم عيد، يعني السنة الطويلة العريضة دي حبكت تمتحنوا في اليوم ده؟ الدكتور رفعت استغرب وقال له: يعني الطلاب دول يسيبوا عيدهم ويروحوا يمتحنوا؟ هو ده اسمه كلام؟ انا هتصرف يا قداسة البابا. وفعلا كلم رفعت السعيد مبارك وحكى له اللي قاله البابا شنودة. مبارك وقتها استغرب وقال له: هو ازاي كده؟ طب يا رفعت كلم وزير التعليم وقول له انا كلمتك بنفسي وبلغه وقول له عيب اللي بتعمله. رفعت السعيد قفل مع مبارك ومفيش ساعة الا ولقى زكريا عزمي بيكلمه بيقول له: خلاص يا دكتور رفعت، الرئيس وافق ان عيد الميلاد يبقى اجازة رسمي، وكمان عيد القيامة لكل الناس مسيحيين ومسلمين. فورا كلم رفعت السعيد البابا شنودة وبلغه، لكن اتفاجئ ان البابا سكت وقال له: بص يا دكتور رفعت، ماشي عيد الميلاد يبقى اجازة، لكن استحالة اوافق ان عيد القيامة يبقى اجازة رسمي لكل المصريين. رفعت السعيد وقتها اتفاجئ برد البابا وقال له: هو ايه المشكلة قداسة البابا ان عيد القيامة يبقى اجازة رسمي للكل؟ وقتها البابا رد باجابة خلت مبارك ورفعت السعيد نفسهم يتفاجئوا ويستغربوا من الموقف. لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير واكتب في التعليقات انه وصلك، لان بتواجهنا مشكله في انتشار الفيديوهات. بيكمل الحكايه رفعت السعيد في مذكراته ما تبقى من ذكريات وبيقول ان البابا وقتها فاجئه وقال له: يا ريت تبلغ يا دكتور رفعت الرئيس بلاش عيد القيامه، بلاش تخليه اجازه رسمي لكل الناس، لانه هيضايق قطاع كبير جدا من المسلمين منا، واحنا حريصين على صورتك قدام الكل، وكفايه يبقى عيد الميلاد هو الاجازه رسمي للمسيحيين والمسلمين. عيد القيامه عيد مش متفق عليه، اما عيد الميلاد فهو ميلاد السيد المسيح وده متفق عليه في كل الاديان. بيقول رفعت السعيد وقتها: انا كلمت زكريا عزمي وبلغته رساله البابا، ولقيت زكريا عزمي بيقول لي: تخيل يا دكتور رفعت، البابا ادانا درس كبير جدا في الوطنيه. انا فعلا معجب بموقفه. وفعلا زكريا عزمي كلم مبارك وبلغه، واللي اعجب جدا بحرص البابا على صورته. وده ما كانش الموقف الوحيد اللي يقرب مبارك من البابا، رغم ان كانت العلاقه بينهم في بدايه عهد مبارك متوتره، وانا اتكلمت على اسباب التوتر ده في فيديو سابق هسيبه لكم في التعليقات. لكن في موقف تاني كان قرب بين البابا ومبارك في اواخر عهده، وده بيحكيه الدكتور مصطفى الفقي في مذكراته سنوات الفرص الضائعه. وبيقول الفقي ان حادث كنيسه القديسين كان البابا متضايق منه جدا، والحادث ده قصه لوحده، لو عايزين اخصص حلقه عنه قولوا لي في التعليقات، وخاصه عن علاقه البابا وحبيب العدل. المهم نرجع لموقف تاني. الفقي بيكمل كلامه بيقول ان يوم ليله العيد 6 يناير لقيت البابا شنودة بيكلمني في التليفون وبيقول لي: بقول لك ايه يا دكتور مصطفى، انا بفكر ما اشكرش حد في ليله العيد. وكان البابا شنودة دايما بيشكر المسؤولين في ليله العيد في قداس ليله العيد. وقال للفقي: انا مش عايز اذكر اسماء مسؤولين او اسماء الرئيس فلاقي همهمه وغضب عند الاقباط، في حاله احتقان وبلاش نحرجه. وبيقول الفقي: انا رديت عليه وقلت له: يا قداسه البابا، ده افضل حاجه وده صح، بس انا بقول انك ممكن تشير للقائك مع الرئيس ونتائجه الايجابيه بدون شكر اي حد. وبيكمل الفقي شهادته وبيقول: انا يوم قداس العيد رحت وكنت موجود، وعلاء مبارك كان قاعد هو ومراته قاعدين عادي جدا، لكن فجاه وفي نص القداس اتفتح باب الكظريه، ومره واحده جرى 4 على الباب، وفوجئنا ان جمال مبارك دخل وسط الكنيسه في مشهد استعراضي غريب جدا. والغريب ان مفيش حد في الكنيسه سقف له، وكان منظره محرج جدا، لان جمال وقتها ما رعاش غضب الناس، وكان الافضل يجي زي اخوه قبل الصلاه. وبيقول رفعت السعيد: انا فعلا لقيت البابا ما شكرش اي حد من اللي حضروا القداس. لكن خلي بالك، ده مش الموقف الوحيد اللي حصل فيه صدام بين جمال مبارك والبابا شنودة. قبل الموقف ده حصل موقف كان فيه صدام وغضب من البابا شنودة اتجاه جمال مبارك، والحكايه بيقولها مصطفى الفقي ان بعد حادث كنيسه العمرانيه، وكان البابا وقتها متضايق واعتكف في الدير
كان نوع من انواع الغضب. وانا عرفت عن طريق اتصالاتي ان البابا مقرر ما يحضرش افتتاح جلسه البرلمان الجديد في 2010. وفعلا كلمت الرئاسه وبلغتهم، فلقيت جمال مبارك بيكلمني بعدها بدقايق وبيقول لي هو في ايه؟ انت عايز ايه؟ فقلت له ان البابا متضايق وواخد موقف وغالبا مش هيحضر جلسه افتتاح البرلمان، وده هيبقى احراج كبير جدا للدوله. وانا بقترح نبلغ الرئيس بالكلام ده. فاتفاجئت من رد فعل جمال مبارك وقال لي لا 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 لا، ده مش موضوع، انت بتبالغ كعادتك وبتكبر الموضوعات، ده موضوع بسيط وغالبا البابا هيحضر ان شاء الله. ولقيته قفل السكه واحرجني، فكلمت فورا سليمان عواد سكرتير الرئيس، وده كان شخص سياسي وفاهم خطوره ان البابا ما يحضرش جلسه البرلمان. وقلت له يا سليمان البابا متضايق ولازم نتعامل مع الموضوع ده بجديه. فقال لي طب ايه المطلوب عشان ما يتضايقش ويحضر الجلسه؟ قلت له انا كلمته ولقيته متضايق، وقلت له انت متضايق ليه؟ عرفت ان هو متضايق ان الرئاسه عينت واحد معارض ضده وضد الكنيسه على حسب وصف البابا، وهو المفكر جمال اسعد، وده سليمان هاجم الكنيسه ودورها، والبابا الشنودة شايف ان دي اشاره سلبيه وتوجه ضده. فرد سليمان عليا وقال لي يا دكتور مصطفى، ما الاخ جمال اسعد هاجم جمال مبارك نفسه والرئيس وعيلتهم، هو في اكتر من كده؟ ده هاجمهم اكتر ما هاجم البابا، وبعدين احنا قررنا تعيينه لانه له دور وتاريخه، وكمان جمال مش جديد على البرلمان، جمال كان نائب سابق. وبيقول في انا وقتها قلت له بص يا سليمان انا مستوعب الكلام ده، لكن واضح ان في دايره حوالين البابا فهمته عكس كده، انا بقترح اقابل البابا واصلح الامور. سكت سليمان عواد وقال لي طب بص سيبني وارجع لك بعد شويه. وفعلا بيقول الفقي ان رجع لي سليمان وقال لي بص القرار ده التزم بيه، انت هتروح لبابا بس مش باسمنا، اتكلم باسمك ولا باسم الرئيس ولا الرئاسه، واتعامل وشوف وقول لنا النتيجه. وفعلا راح مصطفى الفقي دير وادي النطرون وقابل البابا وقعد معاه واتكلم. لقى البابا قال له بص يا دكتور انا عارف ان مفيش اضطهاد للاباط بس في تهميش، وانا عندي طلبين عشان الامور تهدى. اول حاجه تفرجوا عن المسيحيين اللي اتمسكوا في حادث كنيسه العمرانيه. تاني طلب اتقابل مع الرئيس، مفيش مره اتقابلت معاه بشكل منفرد. تخيل الرئيس بقاله 30 سنه بيحكم وانا عمري ما قابلت معاه وش لوش في لقاء منفرد. وفعلا مصطفى الفقي وصل الرساله لمبارك، ومبارك وقتها كان مستوعب دور البابا وانه بصراحه كان واقف وحريص على تقديره وصورته قدام الناس، ووافق يقابله. ولما اتقابلوا اتكلم البابا معاه بمنتهى الصراحه، وكان لقاء بحسب وصف مصطفى الفقي كان لقاء ايجابي. في نهايه الفيديو هل انت شايف ان البابا شنودة كان صح انه نصح مبارك انه ما يخليش عيد القيامه اجازه رسمي لكل الناس مسلمين ومسيحيين، ولا كان امر مبالغ فيه؟ شاركونا براءكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.